قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي موسى عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه واتبع هداه. أما بعد، فكنا في المجلس السابق تذاكرنا في قوله تعالى: فقد صغت قلوبكما، ووصلنا إلى أنه الأفضل الجمع ثم الإفراد ثم التثنية. وقد نظمت هذه المسألة في بيتين فقلت: وإن أضفت الجزء للكلي مثنيا بألف مرعي فاجمع فأفرد ثم ثني دون مين لفظ المضاف مثل رأس الكبشين. هذا فيما يتعلق بالمسألة السابقة. أما ما يتعلق بالتوبة فلا شك أن التوبة واجبة وتجب المسارعة إليها، لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، الآية. قال أهل العلم: فإن أخرها عصى، ولذلك فإن التعجل بالتوبة من الواجبات، فإن قال قائل: قد ورد حديث وهو حديث حسن: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وهذا الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده والبيهقي في الكبرى من حديث أنس مرفوعا، وهو حديث حسن. قلنا: العجلة من الشيطان إلا في مواطن بنص الأحاديث النبوية. فقد قال حاتم الأصم وهو قرين الإمام أحمد، وهو ليس بأصم، ولكنه قيل إنه جاءت امرأة تستفتيه فخرج منها صوت فتصامم وقال: ارفعي صوتك فإني لا أسمع، فاستفتته وتلاشى حياؤها. يقول حاتم الأصم: العجلة من الشيطان إلا في 5 مواطن، فإنها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إطعام الطعام إذا حضر الضيف، والثاني تجهيز الميت إذا مات، لأنه إذا بقي المصيبة في البيت ويوشك أن يتغير إذا طال المدى وكان في قطر حار مثلا، والثالث تزويج الأيم إذا أدركت، والرابع قضاء الدين إذا وجب، والخامس التوبة من الذنب إذا أذنب. رواه أبو نعيم في الحلية عنه بلفظ كان يقال فذكره. قال محدثكم: غفر الله تعالى لي ولكم. أخرج الترمذي من حديث علي مرفوعا 3 لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفءا. وسنده حسن. الأيم من لا زوج لها، بكرا كانت أم ثيبا. قال ابن القيم: المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور، ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها عصى بالتأخير. قلت: ومن ذلك تعجيل الفطر للصائم كما في الحديث الشهير. نعم، لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور. وقد نظمت هذه المواطن وزدت عليها، ولم أذكر إلا حديثا صحيحا أو حسنا. فقلت: إن شئتم أن تكتبوا، فإن جمع المتفرق هدف يكتب ويحفظ وينظم بسببه. فيقول محدثكم: إن التأني من الرحمن والعجلة من الرجيم،
كذا يرويه من نقله. إلا الصلاة إذا حانت وميتنا جهزه فورا يحوز الأجر من حمله. وأيم إن أتى كفء لخطبتها فلا تماطل وزوجها يكون صلة. وتوبة لا تؤخرها فقد وجبت، والدين إن حل فادفعه لمن بذله، والضيف أكرم بإطعام الطعام له، وما عليك إذا حفت بك العجلة. والضيف أكرم بإطعام الطعام له، وما عليك إذا حفت بك العجلة. وإن تأكدت أن الشمس قد غربت فعجل الفطر، ذكر صاح من جهله، وعجل الحج إن حل الوجوب. فكم مؤجلا بات في عجز بما شغله. تحلل. وبعد إتمام الحج للأهل عد عجلا يحوز أجرا عظيم القدر من فعله. ورد في الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها بسند حسن: إذا قضى الرجل حجه فليعجل إلى أهله فإن ذلك أعظم لأجره. هذا فيه نص. نعم. وبعد إتمامه للأهل عد عجلا يحوز أجرا عظيم القدر من فعله. بقي واحد. نعم، هذا هو: تحلل اليوم من كل المظالم كم بات الصحيح وناب الموت قد عقله. هذه هي التي عثرت عليها من المواضع التي العجلة فيها من الرحمن وليست من الشيطان، فإنها يعني منصوص عليها ومستثنات من العموم. تفضلوا اقرأوا. فضلكم الله شيخنا الكريم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم وزادكم الله قدرا، بارك الله فيكم. وبه قال عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وعن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت فأسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري بصوت له جهوري. نعم، بصوت له جهوري بصوت جهوري، ليس جهوري، يعني ليس يعني مضبوط جهوري هكذا، لكن قلت ربما يكون جهوري. المهم أنه صفة للصوت. نعم، مجرور. نعم. قال: إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته: ها فقلت له: ويحك، اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال العربي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. وعن أبي سعد بن مالك يا سيدي، أولا ذكر الإمام النووي أن من جملة التوبة أن يتوب من الغيبة، وإنها إذا تعلقت بحق آدمي يذهب إلى من اغتابه ويطلب منه أن يحلله من ذلك.
وفي ذلك مسألتان. المسألة الأولى ذكر أهل العلم إن القدح ليس بغيبة في هذه المواطن التي نظموها فقالوا القدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومصرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه المواطن 6 القدح ليس بغيبة فيها، لأنها إنما يرجو صاحبها الأجر والثواب، وإنما فعلها امتثالا. وهذا شيء. الشيء الثاني يعني إن كان قال الإمام النووي في الأذكار يقول إن كان صاحب الغيبة غائبا أو مات فقد تعذر تحصيل البراءة منها. لكن قال العلماء، هذا النووي يقول، لكن قال العلماء ينبغي أن يكثر الاستغفار له والدعاء ويكثر من الحسنات. هذا شيء. الشيء الآخر في قول الصحابي رضي الله عنه المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. لما هذه أصلها لم ضمت إليها ماء الزائدة، يعني إنها في الأصل كلمتان إحداهما لم والأخرى ماء الزائدة. ولما تشارك لم في أمور الحرفية والاختصاص بالمضارع ونفيه وجزمه وفي قلب معناه ماضيا. نعم، ولكنها يعني لما تفارق لم في أمور أهمها، وهو الذي أريد أن أنبه عليه يا مشايخنا، أن منفيها منفي لم. منفي لما، ما هو منفي لم؟ منفي لما يعني متوقع الثبوت بالنسبة إلى المستقبل. كيف متوقع الثبوت بالنسبة إلى المستقبل؟ مثلا كقوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، المعنى أنهم ما ذاقوا العذاب في الماضي، ولكن ثبوته متوقع لأنهم سيذوقونه في الآخرة. طيب، ما معنى هذا؟ قال أهل العلم ومن هنا فهم من قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالوا ومن هنا يعني فهم من قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أن الأعراب المذكورين لم يموتوا إلا وقد دخل الإيمان في قلوبهم. لماذا؟ لأنه متوقع ثبوته، متوقع ثبوت ما تدخل عليه لما. هذا أهم ما تخالف فيه لما لم. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولما يلحق بهم، يعني متوقع أن يلحق بهم. والله تعالى نسأل الذي نحبه لما يغذونا به من النعم أن يجعلنا محبين كما ينبغي لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوضه ويسقينا من يده الشريفة كأسا لا نظمأ بعدها أبدا. قولوا آمين. آمين اللهم آمين. آمين شيخنا، آمين. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخنا، جزاك الله خير. نعم.
وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق فإنها أرض سوء يعني أرض سوء بفتح السين هكذا ضبط. نعم أحسن الله عليكم. فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة رحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاه ملك في صورة آدمين فجعله بينهم فقال قيسوا ما بين الأراضين فإلى أيتها كان أدنى فهو لها فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تبعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها. وعن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه وكان قائد وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب لم تعلمون أن المتخلفين كانوا 3 الذين تيب عليهم وعندنا يعني رمز يجمعها مكة مرارة بن الربيع وكعب هذا ابن مالك وهلال بن أمية مكة. نعم ما شاء الله بارك الله فيك. نعم يحدث بحديث حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا للإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكار في الناس منها وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا هبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أسعار فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وتفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهاز شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فتفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي
فتفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون ينتظرون إليه ويحلفون له، وكانوا 89 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. حتى جئت فلما سلمت تبسم المغضب، ثم قال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك، لم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت بأن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. فما قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان، قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن مكة الواقفي. قال فذكروا لرجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرفها، فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وما أنا، فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر. هلال بن أمية. طيب أنا قلت هلال بن مكة. نعم. اللهم صل. أيوة. أنا كان الهاء هلال الهاء. أنا كان في أن أقرأ وأنا أقرأ الأسماء وأحاول الاستحضار يعني كلمة شيخنا أن مكة تجمعها، فلعل ذلك الله المستعان. يعني كعب مكة مرارة، وكعب مكة، وهلال الهاء في آخر مكة. الله المستعان. قدر الله وشاء. طيب قال فأما صاحباي فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج وأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاة نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمون يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت فعلت فناشدته، فسكت فعلت فناشدته، فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فتفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فلحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك
فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته أنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال فكملا لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سمع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشرتي والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من المؤجرين غيره. فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت من عندك يا رسول الله؟ من عند الله تعالى. قال بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبة أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق وإن من توبة أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو إنما هو تخليفه إيانا ويرجعه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقيمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فاتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت. قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ أفاه إلى التراب ويتوب الله على من تاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. باب الصبر. نعم شيخ. هذه الأحاديث كلها الحمد لله أحاديث صحيحة وليس فيها مغمز ولكن
مما يستدرك أنه هنا لم يذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه في سنية ركعتين عند التوبة، فقد صح من حديث أبي بكر مرفوعا: ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. وقرأ هذه الآية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهو حديث حسنه المحدثون، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، والله أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بكم وتقبل الله منكم.